يعني احنا لازم كل كلاسيكو نطلع نقول برشلونة مبروك وهم يرفعون الكاس واحنا ناخذ صينية مال شاي اللي بكل نهائي ناخذها. الفقر بنت الفقر اللي فقرتنا. ريال مدريد يخسر كالعادة 3-2 قدام برشلونة بالسوبر الإسباني. حاط لايك متابعة وتعال خلينا نسولف عن المباراة شوية. قسما بالله لعبة روحي، لعبة روح من شكل الفريق ومدرب الفريق وإدارة ريال مدريد نفسها. يا مستر تشابي ألونسو بس اريد اعرف انت تدرب اللاعب على شنو؟ شو تقول لهم؟ شو تسوي لهم؟ تسوي لهم طماطم بيض باستكان مال شاي؟ الفريق نازل بارد، لا حماس، لا شغف، لا روح قتاليه بالملعب، ولا تجي تقول لي الفريق سوى اللي عليه. بالنسبه لي كل شيء ما شفت من عده. انت جاي تلعب 3 قلوب دفاع، تشوامني اللي يلعب كره قدم نسائيه شاهد الله، ودين هاوسن البارد ابرد من هذا الجو اللي عندنا، ابرد من قالب الثلج. وتلعب لي باسينسيو الفاهي اللي يقلد لي راموس وفالفيردي وكارراس بالجهه الثانيه، ولا تقول لي خط وسط ماكو. هذا خط وسط لو خط مال طالبات. هذا جود بيلينغهام انت وينك يا جود؟ ما شفتك طول المباراه. انت وكامافينجا خط وسط يلمس الكره 6 مرات بالشوط الاول. خط وسط يمس الكرة 6 مرات حتى تعرف حرقان الدم والقهر اللي أنا بيه. برشلونة من الشوط الأول وهي تلعب وياك لعب مباشر، لا على التحولات ولا على أخطاء، وخذت الاستحواذ وخذت كل شيء. أنا ما أعرف رافينيا إيش عدى ويا ريال مدريد، تشوفه مثل الثور الهايج. رافينيا ممكن تشوفه يقدم مستوى عادي بأي مباراة، لكن مباراة ريال مدريد ما أدري إيش ياخذ قبل المباراة، وتشوفه فيش مستوى بس يريد يسجل. وفعلا رافينيا سجل هدفين خلال المباراة. ضيع أول فرصة بداية المباراة، قلت خلص رافينيا طلع برا أجواء المباراة. بعد ما كملت الجملة، بعد ما كملت تشوفه بأقل من دقيقة رودريغو يغلط بالتمرير الكامافينجا ورافينيا ينفرد وقدام الصنم ابن الصنم تشواميني قلنا انت تلعب قلب دفاع بس الظاهر حتى هاي ما فالح بيها، ورافينيا يسجل لك الهدف الاول لبرشلونه. وبعدها يجي الرد من فينيسيوس جونيور يستلم الكره من نصف الملعب وينطلق بيها ويراوغ كوندي وكوبارسي ويسدد الكره من بين 4 لاعبين من برشلونه وسجل هدف التعادل. قلت خلص اكيد تشابي الونسو اكتشف ثغره دفاعيه بجهه فينيسيوس اللي هي كوندي وراح نستغلها. شلون؟ يقول لك لا، والعجوز اللي مقدم موسم كارثي ببرشلونه ليفاندوسكي ما يسجل علينا هدف. وفعلا ليفاندوسكي يسجل الهدف الثاني لصالح برشلونه، ونفس الاخطاء الدفاعيه. وبنهاية الشوط الاول نحصل ركنيه ونسجل من خلالها الهدف الثاني التعادل عن طريق اللاعب غونزالو غارسيا. اجت فرصتين لريال مدريد بالشوط الاول، الاولى لفينيسيوس جونيور والثانيه لغونزالو غارسيا، سهلات كلش، ولكن الانهاء زفت وفاشل. يقول لك يدربون الحارس جوان غارسيا. وضيعنا فرصتين ذهبيات، وكذلك برشلونه ضيعت اكثر من فرصتين تقريبا، وتصديات من الحارس كورتوا. مباراة الكلاسيكو تألق بها الحراس سواء كان كورتوا أو جوان غارسيا. والحمد لله طلعنا 2-2 بالشوط الأول رغم تفوق فريق برشلونة بالاستحواذ والفرص والتسديدات وكل شيء. المفروض أنت كريال مدريد تقدم كرة هجومية وتكون جريء شوية ونتعلم من أخطائنا، وبالشوط الثاني نكون أفضل ونقدم أداء أقوى. ريال مدريد لا، نفس الأخطاء ونفس التراجع، ومعتمدين على المهارات الفردية والحلول الفردية والتبديلات يا تشابي ألونسو. انت تجي تطلع لي فينيسيوس جونيور اللي هو أفضل وأحسن لاعب بالمباراة وكان مسوي خطر على فريق برشلونة كله مو بس الدفاع، واللاعب جايك بحماس وشغف والثقة مالته نقدر نقول رجعت له. انت تجي تطلع لي فينيسيوس جونيور ليش؟ يفهمني، وتنزل لي ماستنتونو الميت ابن الميت، وبعدها طلع لي دين هاوسين وتنزل لي العار ابن العار آلابا هذا العبالي كان ميت. تنزل آلابا حتى يزود مشاكل ريال مدريد الدفاعية. طلعنا فالفيردي وقلنا ما يخالف، اكو اخبار تقول اللاعب مصاب وهو اللي طلب التبديل، وتنزل لي أردا غولير ومشيناها، لكن بعدها تنزل لي كيليان مبابي هو اصلا مصاب. ليش تنزله كيليان مبابي؟ الشغله الوحيده اللي سواها هو طرد فرانكي ديونغ
كان افضل لاعب بالمباراه بالنسبه لي، بغض النظر عن لامين يامال وهدفين رافينيا، لكن فرانك ديونغ تشوفه بكل مكان بالملعب، اكل الملعب اكل. الجهه اليمنى مال برشلونه لامين يامال يلعب وهو مرتاح، رافينيا تحس بينه وبين ريال مدريد ثار، والعجوز ليفاندوسكي يسجل لك هدف. رغم انا مدريدي لكن احب اقول لك يا عزيزي برشلونه قدمت مباراه ممتازه وخرافيه حرفيا، وشوف تبديلاتهم قد ما المدرب يفتهم وقار المباراه صحيحه ومتاكد من نفسه راح يفوز. كل تبديلاتهم صحيحه ولا غلطه. طلع فيرمين لوبيز ونزل اولمو حتى يصنع الهدف الثالث الرافينيا بالشوط الثاني، والنتيجه 3-2. وبالثواني الاخيره يا معودين وجدكم فرصتين ذهبيات. الفرصة الأولى مال كاريراس، قسما بالله يا كاريراس لو مدرب حراس مرمى والحارس جوان غارسيا هم شاته أقوى من شوته مالتك هاي. الفرصة الثانية مال أسينسيو، تضربها براسك من كسر براسك وتنطيها بحضن الحارس، كاش خسرت وياك الزوايا بس افتهم. على العموم ريال مدريد كان يستحق هاي الخسارة، لكن أحب أقول لك يا تشابي ألونسو بهذا الشكل أنت لا راح تاخذ كاس ملك ولا ليغا اسبانيه، وسلم لي على دوري الابطال من هسه. انت اثبتت بهاي المباراه قدام الفرق المنظمه عقيم كلش. انت ضيعت هيبه ريال مدريد وضيعت نفسك. اول ما جيت لريال مدريد تقول الهيمنه، وين الهيمنه؟ ما جاي اشوفها، راوين اياها، وين الهيمنه؟ يا مستر تشابي الونسو عوفك من ريال مدريد، انت حتى الكاس يا هواي عليك، انت واشباه اللواعيب اللي يمثلون ريال مدريد. شوف الفرق بين خط وسط ريال مدريد وبين خط وسط برشلونه، فرانك ديونغ وبيدري وفيرمين لوبيز يقدمون متعه كرويه قسما بالله. وفريق ريال مدريد باردين ابرد من هذا الجو اللي عندنا دخيل ربكم، لا ضغط لا ادوار دفاعيه وبس تراجعون لي ورا وخايفين يقطعون الكره ويلعبون على المهارات الفرديه، عكس برشلونه يلعبون لعب جماعي. بالنسبه لي تعبت نفسيا من اي كلاسيكو قسما بالله، هو كله من وراء هذا الصهيوني ابن الصهيوني مدرب اتلتيكو مدريد سيميوني اللي ورطنا وخلانا نلعب نهائي ويا برشلونه. وانا قلتها بالمقطع السابق احنا بكل الحالات خسرانين، وبالنهايه الف مبروك لجماهير برشلونه وهارد لك جماهير ريال مدريد وبخار بحظنا الاخبر.